يا جماعة الخير، وقت السيارة وانا هاي المنطقة اللي يرعون بيها الإبل. جاي أدور على هذا النبات اسمه الطرثوث، لأنه خبراء الراعي شو يقولون الإبل من يصير حليبه حلو هو اللي شافي. طبعا أنا ضليت أبحث أعرف شو وقت يصير حلو، وربك عرفنا قالوا يصير وقت حلو وقت الربيع. معناته هذا الربيع تشوفون هاي النباتات الخضر، اكو نباتات معينة ياكلها هذا الجمل او الإبل، ماشي؟ يعني لا، هي الناق، يعني هي الناقة اللي تدرر حليب. فقلت سبحان الله، هذا اكيد ليش ينفع حليب الإبل بالسكر؟ اكيد ياكل شيء. وتوصلت انه الحلو افضل من المالح، والحلو وقت الربيع، ووقت الربيع تطلع نباتات جدد. فهسه هذا الرجال الراعي هذا مش مبين، ما ادري مبين، قال اكو نباتات بس هو منطين مسميات تختلف. فجيت بحوش وراه، يا ربي يرزقنا العلم واللي عنده معلومه بهالموضوع هذا مال موضوع الجمل يا اخواني يبلغنا، لان هذا سبحان الله علم. حليب الإبل الحلو ينشط البنكرياس، ومن تجربه وعليه ابحاث علميه. فقلت سبحان الله اكيد هذا الحليب ياكل له شيء معين، شغله بالاكل، عرفت؟ لانه من يصير مالح، لو شغله بالحليب من يصير مالح ما ينفع، صح يا اخواني؟ فمعناته اكو شيء يطلع وقت الربيع. شنو؟ خل هذا الرجال بكي يدلينا هسه. المشكله المسميات تختلف. قال اكو هيك نوعيه اسمها حنظله، بس نوعيه يعني مو حنظله ارضي، ما اعرف. قلت له هسه دلينا، قال اصور لك اياه. فهسه طالع قدامي راح نفطر، ما ضل وقت. وهم خلف الله عليه جابني هنا بهالمنقطعه هاي حتى ندور هاي هذا النباتات. يلا ان شاء الله خير.